نحكي لكم بداية السفر، من بداية السفر يعني خرجت من البيت يوم ما أنا طالع صنعاء وأنا مشغل القرآن الكريم، ومن سوق الثلث لما وصلت مدينة الشرق وأنا مشغل إيش لزوامل، ومن بعد مدينة الشرق إلى ما وصلت صنعاء وأنا مشغل القرآن الكريم. ليش؟ مستعد ربما يعني القضاء والقدر يكون في الطريق بسبب المقاوطة والمهربين، أما لو كسرت تمشي بالرون ثنتين سوا، وإنهم الهيلوكس يجزاهم بريك إلى ما تسقط الهيلوكس. المهم الحمد لله وصلنا صنعاء جلسنا ملحقة احنا والمرور جمارك. لو دخلت الحوش والله ما تخرج الا مجال مريك ب 25,000. المهم وصلنا عند الاهل والاصحاب ويحس واحد انه بين اخوته ويفتهن، بس صنعاء برد امانه ذابح، ولكن انتم بجلس في صنعاء وحسسونا مصطفى المومري او ابو حيدر. المهم عنده الاثواب والكيتان والشيلان والساعات والخواتم ما قصروش والله، حتى الاقلام يعني يحس واحد انه بين اخوته بارك الله في الرجال وحفظهم وزاد الرجال من امثالهم. ولذلك يعني قد شكونا اجلس لي اسبوع اسبوعين شهرين واطلع صنعاء خلاص، يعني كما قد اشتري ثوب اشتري كوت اشتري حاجه. المهم اهويك شطلع ما شاء الله، اصحاب رجال والله رجال، لو شلوا واحد يشلوه بيحطوا فوق الراس. المهم وتحياتي موصل للجميع وتحيه الجمهوريه اليمنيه. اللهم احفظ الله 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 بالاهل، الله الله بالاصحاب، الله الله بالبلاد. الله يا اخي ما تربط، ما دخل هيلوكس ما دخل مرور.